السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شعورك بعد الفوز؟ الحمد لله، شعوري بعد الفوز عادي. من اول ماتشات كنا كنبريباريو باش نوصلوا لهذا الفينال ونربحوا لا كوب. كنبغيو نشكروا هاد الجماهير هادو اللي عاونونا بزاف ووقفوا معنا. كنبغي نشكر اللعابه على القتاليه ديالهم حتى الاخر ماتش، والحمد لله ربي ما خيبناش. كنبغي نهديو هذا الفوز للجماهير، كنبغيو نهديو المغاربه تا هما اللي تابعونا ووقفوا معنا، كنهدي لعائلتي تا هما اللي وقفوا معايا. واهم حاجه هو هذا الفوز هذا كنبغي نهديه لسيدنا الله ينصرو لينا، اللي كما كانش هو ما كنتش غنكون في هذه البلاصه هذه. بالنسبه للاكاديميه اللي دار هي اللي عاونتني باش وصلت لاوروبا وباش وراني انا هنايا ونربح هاد لاكوب هذه. كنبغي نشكروا على هذا الشيء هذا كامل. هاد الاجواء فاش ذكرت هاد الاجواء هذه اللي كاينه؟ الحمد لله اجواء ماشي اول مره غنشوفها، ولكن هاد الاجواء هادو كيحفزوك باش تربح اي فرقه تبغي تجي تربحها بهاد الاجواء هادو. كنبغي نشكرهم على هاد الاجواء اللي كيقدموا تا هما. خويا شكرا لك، بارك الله فيك. استمعنا إلى يوسف نصيري، والجميل في الحديث بأنه يتحدث على الماضي ولم ينسى من كان له الفضل في الوصول إلى ما وصل إليه. صحيح، وذكر فضل أكاديمية محمد السادس في وصول هذا اللاعب وفي بروز العديد من النجوم أيضا في كأس العالم، كان يفاقرد أيضا. أظن بأن شيء مهم جدا أنه ملك البلاد أنه يستثمر في كرة القدم وفي الشباب، وهذه هي النتيجة، أنه هناك نجوم وهناك إضافة لكرة القدم المغربية. على ذكر الجماهير، جماهير نادي اشبيلية، استذكر في أحد الاستديوهات ظهر معنا يوسف شيبو عندما رأى جماهير نادي اشبيلية بالقمصان البيضاء، ذكر بأن من الصعب أن يخسر نادي وهذه هي جماهيره. تحدث على